بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم فيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، جايين النهارده في قضيه جديده وقضيه كبيره برضك وبتمس كده القلب. يعني بصوا، سفاح الجيزه ده كان حاجه، والسفاح اللي هو بتاع المرج ده كان حاجه تانية خالص. بصوا احنا عمالين نقول على سفاح الجيزه سفاح الجيزه سفاح الجيزه، بشع وازاي عمل الجرايم دي. هقول لكم بقى على القصه اللي احنا بنقولها النهارده دي، ابشع من القصه اللي فاتت كمان. هم 3 اشخاص. بصوا، احمد وهاله وايمان. مين احمد ومين هاله ومين ايمان؟ احمد ده كان شاب عنده 25 سنة، وكان يعني فقير خالص، وكانت الحالة المادية بتاعته زيرو. وكان اتعرف بقى على واحدة أكبر منه بكتير، أكبر منه بحوالي 25 سنة. بيقولوا كان عندها 51 سنة. وهي كانت يعني وقعت في غرامه، وهو حبها وبتاع. هو حبها طبعا ليه؟ عشان خاطر كانت غنية وكانت مبسوطة، كانت متجوزة قبليه كذا مرة، وما يعرفوش يعني منين مصدر الفلوس بتاعتها. اتجوزها أحمد، وكان شرطها ان هو يعني ايه، ان هي تقعد في الشقه بتاعتها وكده. يعني هي ما كانتش لها شروط، بس هو ايه، بعد ما اتجوزها عرف ان هي ما بتخلفش. فيعني بقى ايه الحنيه بتاعت قلبه بقى وجعته وكده، وقال لها لا انا عايز عيال وعايز اخلف وبتاع. راح قال لها انا هتجوز. ده بعد كذا سنه من جوازه، يعني من هاله دي. هم كانوا قاعدين في الشقه بتاعتها التمليك. بعد كده قالت له شرطي ان انت تاخد شقه لينا احنا الثلاثه. وهي وافقت وكده، بس قالت له تبقوا تحت عينيا يعني. راحوا شقه ليهم هما الثلاثه، اجروها في عماره يعني وكده. وبعدين بعد ما اتجوز اللي اسمها منجي كان اهلها مش موافقين على احمد ده خالص، عشان سالوا عليه. الناس عملوا اللي عليهم الصراحه، وهي اللي تستاهل ضرب النار. هعرفكم دلوقتي ايه اللي حصل لها، واعرفكم ايه اللي جرى لها. كانت باينه في القصه ان هي بريئه وهي مظلومه، لكن هي مش مظلومه خالص. ده طلعت يعني هي الملعونه الوحيده اللي في وسطهم. هقول لكم بقى ايه اللي حصل. طبعا هي هاله دي اللي كانت بتدير الحوار بقى، وهي اللي كانت بتصرف عليهم. وكانت هي اللي بتقول له اعملها، اضربها، اعملها، لغايه ما هو ما خلفت منه بنتين. واحده اسمها جنى، وواحده مش عارفه اسمها ايه كده، هو التاني مش فاكره، مش متذكره الاسم. يعني خلفت منه بنتين، واحده 3 سنين وواحده سنتين حاجه كده. المهم ان هو ايه، ان هاله دي من كتر غيظها ومن كتر غلها، قالت له انا عندي شقه تمليك كده اهوت، هكتبها باسمك، بس شرطي الوحيد ان انت تتخلص من هاله وتتخلص من عيالها، عشان خاطر اضمن ان انت لو انا اديت لك حاجه، هي ما تاخدش يعني من اي حاجه انا هديها لك من المال بتاعه يعني. بس تتخلص من هاله وتتخلص من ولادها. وهجيب لك عربيه كمان تشتغل عليها. قصص والله العظيم ولا في الخيال. الواحد بيسمع يعني قصص كاني ايه يعني، كاني يعني بتحكي قصص كده قريتها في الكتب، ما مش قصص ناس حقيقيه زينا، مش بشر زينا، مش دم ولحم زينا. يعني مش عارفه الناس دي مخلوقه ازاي، او الناس دي ربنا خلقها، استغفر الله العظيم يا رب، خلقهم ازاي يعني من دم ولحم زينا كده. المهم ان اللي اسمها ايمان دي طبعا عشان خاطر كانت طمعانه هي كمان، وقال لها ايه، عشان خاطر هي تديكي فلوس ومش هي تديكي فلوس، وهيكون الفلوس يعني هي تدينا فلوس وكده، هيكون الفلوس هتعود علينا احنا الاثنين. هما الثلاثه لعبوا على بعض يعني. انا يعني بسمع القصه، بس في ثغرات كده بتبقى في القصص مش بعرف يعني مغزاها. طب هي ليه وافقت مثلا ايمان ان هي تقتل عيالها؟ اقول لكم قتلت عيالها ازاي. اتفق معاها ان هي ايه، تقتل البنتين. بصوا استغفر الله العظيم يا رب، دي القطه كانت عيالها يا ولاد. بصوا هيقتلوا البنتين ازاي. هيغرقوهم في طبق فيه ميه. فقالت للبنت الكبيره حضري نفسك كده عشان خاطر هتاخدي شاور، او تاخدي يعني الحمام بتاعك. فدخلت حضرت الحمام بتاعها وكده، ودخلت عشان تحميها. وخلت اختها التانية تتفرج على التلفزيون بره، بتاخدهم بالدور يعني. وبعدين هو طبعا ايه، جه عشان يصورها طبعا، عشان خاطر يمثل الجريمه، وعشان يصورها ان هي اللي عامله الجريمه دي. فجه بيصورها بالتليفون بتاعه. لقت اللي اسمها هاله دي ان الكاميرا بتاعت التليفون مش حلوه، فنزلت شحت التليفون من عند جارتها، اخد التليفون تاني، بس هو اشترى كارت ميموري عشان خاطر يصور كل اللي متصور، عشان يحتفظ بالكارت الميموري دي يعني ايه، عشان يبقى ماسكه عليها. صورت بنتها الاولانيه وهي بتخنقها في الميه، وحطوا ايه بقى في الميه عشان يسرعوا في الخنق بتاع البنتين. حطوا ماده كيميائيه. انا مش عارفه، الناس دي تقريبا شياطين الانس واحنا مش عارفين. المهم البنت الاولانيه ماتت، وقال لها تعملي كده برضك مع البنت التانية. البنت التانية عندها 2 سنين، اخدت البنت التانية وراحت غرقتها.
في نفس الطبق وكده اهوت وبنفس الطريقه. موتت الاتنين وبقت تحطهم في اكياس، وتروح ايه، وراحوا على اذان الفجر عند الرشاح في المرج عشان خاطر ايه، يرموهم. عدت القضية وعدت يعني عدت الجريمة بتاعتهم وعدت الأيام. مش تسكت بقى زفت التاني اللي اسمها إيمان، لا تحمل منه تاني من كتر حبها فيه، تحمل منه تاني للمرة التالتة. حملت منه في ولد. وبرضك هالة دي غصبته وقالت له لازم تموت العيل التالت. العيل التالت ده كان لسه رضيع، كان لسه مولود. عملوا فيه نفس اللي عملوه في البنتين التانيين، يعني موتت 3 عيال من عيال. يعني مش عارفه، ده الواحده بتبقى ما بيغمضلهاش عين كده لما بتكون جايبه عيل، بتبقى خايفه حد يمزقه، حد يلمسه، حد يخنقه، يعني حد يحط مخده عليه وهو نايم. ازاي هي تخلف وبعد التعب اللي هي شافته في الحمل وفي الخلفه وبتاع، وهي تخنقه بايديها؟ انا مش عارفه يعني. يا ريت هو اللي عمل، او اللي اسمها هاله دي اللي عملت الجريمه دي. ده هي اللي اسمها هاله دي هي امهم، هي اللي عملت الجريمه دي فيهم. طب جايباهم للدنيا ليه؟ طيب ده في ناس بتتبنى ضفر عيل. مش عارفه، قولوا لي الناس دي يعني. مش عايزين اتكلم في المواضيع دي، انا بس من زمان جدا بحب اتفرج على القصص دي وبحب اسمعها. والله يا القصص دي يعني سببت لي ازمه جدا في حياتي، وسببت لي طاقه مش كويسه، ان انا بحبها جدا، بحب اسمعها. كنت الاول بحب يعني اقراها، بس دلوقتي بقت بتتعرض عليا عشان خاطر طبعا لما تتفرجي على قصه بتتعرض لك تلقاء يعني القصه التانيه اللي شكلها في الاقتراحات. ما علينا. اخدت ال3 عيال وراحت موتاهم، وراحت خانقاهم، وراحت موتاهم بنفس الطريقه. في نفس الوقت ده البيت اللي هم كانوا قاعدين فيه اتعرض للبيع. فواحد ومراته جم عشان خاطر يشتروه. كان البيت كله شقق تمليك، ما عدا كان شقتين، شقه اللي اسمه احمد دي وشقه تانية. كانوا طبعا كل الناس مش عارفين، كانوا حاسين بغموض في الشقه اللي هي بتاعت احمد دي. كانت هي اللي هي صاحبه البيت اللي اشتريته جديد، كانت بتشوف واحده نازله ولابسه نقاب ونازله وطالعه، وبعدين شافتها ولابسه النقاب دي ولقيتها حامل. دي كانت لسه حامل في ابنها اللي هو الاخراني ده. وبعدين حاولت تكلمها وكده، وهي ايه يعني جريت بسرعه على شقتها وقفلت على نفسها الباب. تقريبا كانت واخده تعليمات منهم ان هي ايه ما تقربش لحد وما تكلمش حد. المهم ان ايه، شافتها تاني بعد كده صاحبه البيت. بعدها بفتره لقيتها شكلها متغير خالص. لقيتها شكلها متغير ازاي بقى؟ بصوا القدر بقى بتاعهم ان هاله دي حكمت عليه ان هو يعذبها ويكويها بالنار ويعذبها بالسكاكين، ولدرجه فقعوا لها عينيها. هوريكم الصوره بتاعتها دلوقتي. انا والله العظيم الواحد مش عارفه يعني، حاجات تسمعوها شعر الواحد يشيب كده. اللهم صل على النبي. راحت حاكمه عليه، قالت له ايه لازم تتخلص من ايمان دي عشان خاطر يعني خلاص هي مش طايقاه بقى وعايزه تتخلص منها. ف كان الاول بقى كان بيضرب البنتين قبل ما يموتهم. نستحكي لكم على الحته دي. كانت بتقول له ايه اللي اسمها لا بقى، كانت بتديله بقى ايه تعليمات: اضرب البنتين، اضرب البنتين. كان بيضرب البنتين ضرب مبرح، وكان بيضرب امهم قدامهم عشان يقل منها. يعني كان بيعذبهم، يعني كانوا عايشين. طب انت ايه غصبك؟ طيب بتقول لك خايفه لحسن تروح لاهلها واهلها يطردوها. ده لو قعدت على رصيف، ده لو شحتت بيهم. يعني ايه اللي يقعدها ويعيشها العيشه دي؟ هو مش حابسها لان هي كانت بتنزل وتطلع. فمش عارفه، في حاجات غريبه كده يعني لا يعلمها الا الله الصراحه. ربنا يلطف بينا وبعباده. المهم ان ايه، ان حكمت عليه ان هو يعذب اللي اسمها مين دي لغايه ما عذبها وفقع لها عينيها. وبعدين بعد كده اهوت، بعد ما فقع لها عينيها كده يعني ايه، اللهم صل على النبي. استنى ما افتكر لكم. حد تقريبا حد شافها او حاجه زي كده، قال لهم لا ده باباها اللي اعتدى عليها جنسيا وكده، وعماها عشان خاطر ما تعترفش عليه. المهم ان ايه، ان قال كده تقريبا لصاحبه البيت او لصاحب البيت او كده. المهم ان اللهم صل على النبي راحت صاحبه البيت طبعا مش سامعه صوت عيال خالص. هي كانت شايفه اللي اسمها منجي حامل، وبعدين بتطلع وتنزل مش بتلاقي صوت عيال خالص. ده هي كانت في الشقه دي 3 عيال، طب فين صوتهم؟ فهي كانت متبعه الشقه دي، كانت يعني سايره شغفها وكده ان هي عايزه تشوف الاولاد راحوا فين او صوتهم ليه مش طالع. المهم ان وهي يعني صاحب البيت قال لها لا احنا مش عايزين اللي اسمه احمد ده، مش هنجدد له العقد، احنا هنمشيه كده بعد ما العقد بتاعه يخلص. بعد ما العقد بتاعه خلص يعني قبل ما العقد بتاعه يخلص، طلعت بقى عشان تقول ليه وكده. لقيت اللي اسمها مندي ايه قاعده على السلم بتعيط وكده. فلقيتها شكلها مش شكلها مش هي خالص. هي كانت شايفاها قبل كده شكلها كان مختلف.
اثار التعذيب طبعا باينه على وشها وكده. المهم بتسالها وكده قالت لها ده هو رموني على السلم وكده، واعترفت لها لما قررتها وكده، اعترفت لها قالت لها ده رموني على السلم وكده عشان خاطر التليفون هيفصل. قالت لها لا ده رموني على السلم عشان يعني هم خلاص العقد بتاعهم هيخلص وكده ورموني على السلم. وقعدت تقررها وكده لغايه ما عرفت ان هي هي اللي قتلت عيالها وحكت لها الجريمه كلها. فيعني حاولت بصنعة لطافه كده تنزل تتصل بالشرطه وكده، وبعدين خلت الشرطه يجوا يسمعوها، قالت لهم دي عاميه وما بتشوفش. وقفوا على السلم وكده وقعدوا يسمعوا اللي هي بتقوله، وبعد كده بعد ما سمعوها قبضوا عليها. وطبعا عايزين يقبضوا على اللي اسمه احمد. طلعوا خبطوا على الشقه كان بيقفلها ب5 اقفال عشان خاطر هم ما يطلعوش من الشقه. المهم ان خبطوا ما كانش فيه الا هاله في الشقه، استنوه كده وعملوا له كمين لغايه ما هو ما جه وقبضوا عليه. احكي لكم بقى المفاجاه بتاعت الفيديو اللي انا كنت بقول لكم عليها الفيديو اللي فات، ان ربنا لما بيحب ياخد انسان بياخده اخذ عزيز مقتدر. بصوا بعد ما حكموا عليهم بالاعدام وكده هم الثلاثه، اللهم صل على النبي، اول ما هو سمع سيره الاعدام الطب مات. شفتوا ربنا وحكمته. اول ما سمع الاعدام راح طب مات، هو اللي مات لوحده كده. هو يعني هو في القفص بيحكموا عليه طب مات. شفتوا ربنا ان هو حتى ما لحقش يعني يستغفر ربنا، ما لحقش يتشاهد، ما لحقش مثلا يتوب. يعني ما حدش ضامن ان هو يعمل اي ذنب او كده وما يستغفرش ربنا، او يلحق يستغفر ربنا او يتوب لربنا. مش عارفه والله العظيم الواحد يعني شعره بيشيب من الحكايات دي. هل الحكايات دي حقيقيه؟ الحكايات دي حقيقيه ومن السجلات بتاعت البوليس وبتاعت الحكومه وكده. فانا عايزاكم تخلوا بالكم يعني جدا، لان القواضي دي كترت جدا. وكل ما اخش بتاع المجال بتاع السوشيال ميديا دي اخش الاقي قضيه اضخم من اللي قبلها. لو حابين الفكره دي وحابين القضايا دي وكده، انا عشان خاطر بس غيرت المحتوى في القناه دي، فاليوتيوب مش بيقترح لي الفيديوهات. فطبعا البركه فيكم، طبعا عايزاكم تشجعوني وكده وباللايك وبالتعليق، عشان اللايك والتعليق هو اللي هيرفع لي الفيديوهات. فعشان انا كنت عامله القناه دي روتينات، فانا طبعا مش قادره على القناتين ان هم يبقوا روتينات، فخليت القناه دي تبقى الحكايات وكده على اساس ان تبقى مختلفه عن القناه اللي هي القديمه. فشجعوني كده باللايك واكتبوا لي تعليق وقولوا لي يعني علقوا لي على القضايا اللي احنا بنسمعها دي. هل الحاجات دي حقيقيه ولا احنا خلاص بقينا في زمن ما يعلم بنا ربنا، ولا هي دي علامات يوم القيامه ولا ايه؟ ربنا يلطف بينا يا رب، وربنا يعني اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عايزاكم بس ما تنسوش من دعواتكم، يا رب يخليكم وتعملوا لي تعليق تحت الفيديو، عشان عايز اكمل السبسكرايب قبل ال1000 سبسكرايب قبل بتاع السنه ما تخلص. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هحضر لكم بردك قضيه هتبقى احلى من بتاع القضيه اللي انتوا سمعتوها دي النهارده، احلى منها 100 مره. فخليكم معايا بس عشان انا تعبت من كتر الكلام بقى. خليكم معايا الفيديو الجاي هيبقى احلى من ده 100 مره، عشان خلاص كمان التليفون هيفصل شحن مني. يلا سلام.